أحب طبق عندنا وبيحلي أي سفرة يتحط عليها وخصوصا في العزومات هو طبق السلطة. هنعمل سلطة بطاطس بالبسلة والجزر، بس طعمها بجد حلو قوي. حلة على النار فيها مية بتغلي، هنضيف عليها معلقة صغيرة من الملح، وهننزل بحبيتين بطاطس متقطعين مكعبات متوسطة، وكوباية من البسلة، وكوباية من الجزر متقطعة مكعبات صغيرة. البسلة دي كنت واخداها غلوة وحطها في الفريزر، لو اللي عندكم طازة خدوها غلوة لوحدها الأول. هنسلقهم بقى 3/4 سوا، يبقى الخضار مستوي بس ماسك نفسه وفيه سنة قرمشة، ما نزودش عليه في السوا قوي عشان ما يتهريش. نطلعهم على المية الباردة على طول ونصفيهم ونسيبهم لحد ما يبردوا، وفي الوقت ده هنجهز الصوص. ودي كل المكونات اللي هنحتاجها. هنجيب كوباية من الزبادي، وبنفس الكوباية هنحطها مايونيز، ومعلقة كبيرة من المستردة، وفصين توم أو 3 مفرومين ناعم، ومعلقة كبيرة خل تفاح أو خل أبيض اللي موجود عندكم، وعصير ليمونة كبيرة، ونص معلقة صغيرة من الملح، ورشة فلفل اسود. وأهم مكون بقى بيظبط طعم الصوص جدا، معلقتين كبار من السكر البودرة أو عسل نحل أو حتى سكر عادي اللي موجود منهم. وقلبوا بقى كل المكونات دي مع بعضها كويس قوي، وظبطوا الطعم لو احتاجت شوية سكر أو ليمون. وده بيبقى قوام الصوص في الآخر، ناعم وكريمي ومفهوش أي كتل خالص. ناخده بقى وننزل بيه على الخضار على طول. واخر مكون هنضيفه عليه شوية من الشبت مفروم الناعم، بيديها بقى طعم حلو قوي. نقلب المكونات كلها مع الصوص تندمج كلها مع بعضها. والسلطة دي عشان تاخدوا منها أحلى طعم ممكن تتعمل من قبلها بيوم، أو تتعمل على الأقل قبل التقديم ب5 6 ساعات. نحطها بقى في التلاجة وتتقدم وهي باردة، طعمها مش عادي بجد، لازم تجربوها هتعجبكم جدا. وبألف هنا على قلوبكم مقدمة، واشوفكم على خير.